وقلب النخل جماري. في القلب جمري وقلب النخل جماري. بيشق جسمي الجريد وبشق مشواري. لو سمحت القعده الخارجيه هناك. تذكرتك. تذكرة؟ تعالى يا بابا، روح ادفع تذكرة وتعالى.
أنا معايا جواب. بالهرسيا؟ أيوه. ودكتور الوحدة الصحية. اعمل له إجراءات دخول. محمد سيد أحمد، 26 سنة، كفر الحلايلة، سنتريس، منوفية، فلاح، بطلع نخل. قسم 6. Liver fibrosis leads to portal hypertension. As you know, the liver is supplied by hepatic artery and portal vein, which collects the blood from gastrointestinal tract, spleen, and pancreas to the liver. أنا هعمل العملية إمتى يا دكتور؟ بعدين. And so also we must know the portal circulation. مالك يا محمد؟ مالك يا محمد؟ محدش من اهلك جه معاك؟ محمد انده الدكتور يا صباح بسرعة. ريكوست الدم ده تستعجليه ويتركب بعد الملح والجلوكوز. هيقعدنا للصبح في محمد ده. هي نبطشيتك؟ بختي يا دكتور عادل، بختي. تصور مفيش حد جه معاه. هات العربية يا مصطفى، يا مصطفى هيتغرب باسي. يا مصطفى هات العربية. عاوز الدكتور. صباح الفل يا عيانين. صباح الفل يا دارس. صباح الفل يا عسل. صباح النور يا دارس. صباح القشطة يا عسل. ليه يا ابو عباس؟ اوعى يا اخويا كده ما توديناش في داهية. ما تخافيش يا ابو عباس، كل واحد فيهم عارف اكله، دول بقوا دكاتره. لا يا اخويا مالكش دعوة. خد خير ربنا كتير. اشرب. تبدأ هروح في داهية كده يا مصطفى الارض اللي لسه مسحاها. وماله؟ امسحيها تاني يا نبويه يا غزال انت. والله العظيم لا اشتكيت لست ليلى. تتلاقي دي. كل واحد كده ما تفتحوا الشبابيك يا اخوانا عشان ريحه العيا دي تخرج. الدنيا لسه برد يا درش. برد مين يابا؟ ده العالم هنا مرعوب منك، طول بقصر. انا هجيب لك الروب بتاعك. يا عم محمود، زبون جديد ده ولا ايه؟ اسمه محمد، جه امبارح وكان تعبان قوي. صباح الخير. صباح الفل يا باشا. اهلا يا عطا. عدف عنبر الهم ده هينفعنا قبل المرور. دايع عطا، يا فرقع ازازتين هنا علشان الضيف. افرقعهم ولا افتحهم؟ فرقعهم. انتوا ما عندكوش احساس. تلاقيكوا مش عيانين قاعدين تاكلوا وتشربوا وتضحكوا على الناس اللي ما تعرفهمش. نعم يا اخويا. طب وراس ابوك افلامونا. خد جردلك واسرع. اوامر الباشا. بيهزروا معاك. ده مصطفى ابن حلال وبكره تعرفه. روق واضحك، ايامك هنا تقصر.
انت ما شفتش نفسك امبارح ساعة ما جابوك؟ انت كنت تعبان قوي. مرور يا اخوانا، مرور 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 يا باشا، مرور. مين النهارده؟ دكتورة امل. صباح الخير. صباح الفل يا دكتور. بالهارزيا الهيباتوسبلينوميجالي جه امبارح وكان فيه هيماتيمسيس. ادينا له محاليل ودم. الاكس راي؟ فيرس. انت اسمك ايه؟ محمد سيد احمد. نمر ونرجع له. ايه يا مصطفى عامل ايه؟ نحمده. دكتور عادل بيشتكي منك. والله انا مصدومه يا دكتوره وما انا عارف اعمل ايه. حضرتك عارفه الظروف والدكتور عادل ماسك لي على الواحده. خلاص يبقى عدي عليا. ماشي، بس حضرتك وصل الدكتور عادل علينا كله بنفسك. المهم تبطل مشاغبه، دكتور انطوان جاي قريب. سامع يا عطا؟ دكتور انطوان جاي وهحطك انت ومصطفى في لسته العمليات اللي هيعملها. ربنا يقرب البعيد يا دكتوره. ادي احنا سايبين اشغالنا ومصالحنا واكل العيش عشان ربنا ياخد بيدنا بنفسكم. صدرك عامل ايه النهارده يا عم محمود؟ الحمد لله، البركة فيكم. بس عارفه محمد ده اللي جه امبارح كان تعبان قوي. المهم صحتك انت يا عم محمود. شيل هدومك يا محمد. خد نفس يا محمد. خد نفس. The main cause of hepatosplenomegaly in Egypt is bilharziasis. So it is termed the Egyptian hepatosplenomegaly. The most important complication of hepatosplenomegaly is portal hypertension, which is detected by ascites, esophageal virus. خدت حقن بالهرس يا محمد؟ ايوه بس ما كملتش. انت متعلم يا محمد مش كده؟ دبلوم زراعة. ان شاء الله هتبقى كويس. يعني العملية يا دكتورة؟ ان شاء الله هتبقى كويس ان شاء الله. دكتورة زي العسل. سيبك من الدكتور عادل ده ولا حاجة. الدكتورة امل هي كل في الكل، حلم واخلاق. انما انت كنت بتبحلق فيها كده ليه؟ انت عمرك ما شفت ستات؟ ما انت هتتكلم يعني هتتكلم بعد يوم، بعد اسبوع، بعد 6 اشهر. 6 اشهر اديك اتكلمت. لازم تبقى حلو علشان الكل يحبك. خد مستكتر 6 اشهر على الهيباتوسبلينوميجالي، ده اسم زي الداهية ياخد له سنة لوحده. خد.
صباح الفل. انا عايزه شيت كويس لمحمد، ما ياخدش علاج غير اللي اكتبه بنفسي. تتعمل له صوره دم كامله وتجيني بسرعه. اوكي يا عادل؟ حاضر، هيكون عند حضرتك النهارده. شكرا يا دكاتره، مع السلامه. في ايه يا عادل؟ الموضوع اللي كلمت حضرتك عليه، موضوع مصطفى وعطا. مصطفى وعطا مرضى يا عادل، وده اللي المفروض يهمنا. سلوكهم واخلاقهم مش شغلتنا طالما ما بيضرش بنظام المستشفى. ايوه يا فندم، بس دول اسكت بقى، خليني اخش للدكتور علي، انا ورايا شغل كتير. بعدين نتناقش. حاضر. اهلا اخبارك؟ لحد امبارح ما كنتش كويسه. والنهارده؟ السبلينوميجالي الاخير، الحاله 50. ولا اللوكيميا ولا بالهارسيا. لا وايه تيبيكال فاريسز واسايدز بس دي حاله جراحه. معلش بقى يا فندم، المناقشه بعد شهرين. خلاص جود لك. متشكره قوي يا فندم. بس لازم برضه تورينا بتوع الجراحه. طبعا ان شاء الله، عن اذنك. السلام عليكم. يا بابا، أمل الهوى نهي عليك ولا أمر. لا ده 10 جواز. ان شاء الله يكون المليون برضه. لا هو طارق ده فاكرني ايه؟ بنت مراهقه هيبعت لي جوابات غراميه، هلبس له الطرحه واسافر له، اغرق معاه برميل بترول ويمكن برميل عسل. عسل اسود. طارق ده مش دكتور، ده سباك بتاع اشاري، راح يجيب له قرشين يشتري بيهم عروسه وشقه يكتب عليها يا ناس يا شر. ده الدكتوره بتاعتنا هي بتعرف تنكد. انكد واقول شعر واسمع ام كلثوم كمان. بص على ايه؟ ماذا على قدي مش شايف حاجه. يبقى اسمع. محمد السيد احمد، 26 سنه، فلاح، هيباتوسبليونو لا اترجم لك. تضخم كبدي طحالي مزمن نتيجه للبلهارسي. كبد يكبر، طحال يكبر، جهاز مناعي ما يقومش بوظايفه. هنا بقى تدخل العبقريه، ينور الكمبيوتر يسجل الحاله 50. الصفحه الاخيره من رساله الدكتوراه، امسكها في ايدي وابقى مدرس، فاستاذ مساعد، فاستاذ، فرئيس قسم، رئيس وزراء كمان. ومين قال لك ان انا اقبل؟ والجواب؟ اوت اوف ديسكشن، بره المناقشه. السلام عليكم. انت زعلت يا فنان؟ سيبك بقى من حكايه الجواب دي وقولي ايه اخبار الفن عندك يا فنان؟ وانتش فاهمك الفن. اجري شوف التلاجة اللي انت عايشه فيها ده، هي قبل التلج ما يسيح. انا عايشه في ثلاجه انا؟ ولا انت اللي جاي تغازلني من تحت الشباك باغاني الغرام؟ اراك عصيه الدم. ايه راجل عجوز وخاف. الله، ايه الجمال ده؟ وأونطرية كمان. طب يلا من غير مطروب. لا ما انا مش هسيبك. لا وايه، هعمل لك العشاء بايديا دول. عشاء ما حصلش. محمد مين؟ محمد السيد احمد، الصفحة الأخيرة من رسالة الدكتوراه. انت حفظت اسمه؟ وحافظ أسامي الكتب والمراجع البشرية اللي كنت بتجيبيها وتذاكري عليها. تحفظ اساميهم معلش، بس اوعى تعمل لهم تماثيل. تماثيل؟ ادوا لك بسنه ولا 3 يا بابا؟ تماثيل. بتتخطر على واحد عيان؟ طب هجيب لك اللي يربيك. ما جيتوش على القهوه ليه؟ مش قلت لكم بلاش هنا؟ رحنا وما لقيناكش. طلباتكم ايه بسرعه يلا؟ شيست وهارت وسبلين. لا اسبلين ايه؟ مفيش اسبلين. اتصرف يا درش، احنا داخلين على امتحانات، معقوله مفيش بالهارسيا؟ في
عندنا واحد مستجد لسه عايز يتعلم، اشوف نظامه واقول لكم. احنا معتمدين على الله وعليك يا مصطفى. طب بس يلا طلعوا المعلوم بسرعه يلا. ادي 30 جنيه تحت الحساب بس ما تاخرش علينا، وادي عنوان والتليفون. طب انا اديكم طالع يلا. الله الله الله، ايه ده؟ انت اتخانقت مع ابراهيم تاني؟ ارحم نفسك يا عطا، شفايفك ازرقت ونفسك قطع، فاهم ولا مش فاهم؟ بس ما تطلعش الجردل، ما تضيعش نفسك يا وانطه، بلاش جري وتنطيط، عايزين نشوف اكل عيشنا. امال مين دول؟ زباين؟ ايوه يا سيدي. فل. امتى ايه؟ دول عايزين سبلين. طب ما عندك صبر، طحاله اخر حلاوه. لا 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 لا، صبر ايه ده؟ طحاله اتهرى. لا دول عايزين حد يكون جديد، يكون طحاله لسه بخيره. محمد وده يعرف حاجه؟ متعلم وبشوك ويرضى بقليله، وفوق ده كله بيقرا انجليزي. فهمت يا بتاع الكازوزه؟ فهمت يا بتاع الحلاوه؟ الله الله، راجل دبل اورطه وكمان بيجري يا راجل. والله العظيم. الحكومه دي عايزه ايه بقى؟ عندك انت وعندك انت. احنا خدامين الجمال. قالوا لي عايز اشعه بيكح ومغلبني، ما تعرفش يا اخويا بتوع الاشعه دول فين؟ بتوع الاشعه وبتوع المانجا وبتوع الحلاوه، احنا نهارنا فل. يلا يابا. ما سعادتك عارف اللي فيها دي، يا سيادتك نقضيها، ده النفس بيخرج من النفر، مش ضامنين هيرجع تاني ولا هيروح للي خلقه. سيبني اعمل معروف، ما تخرجنيش، انا سايق عليك النبي، ودينا عايشين في خيركم وبنتعالج عندكم لغايه ما يرجع الدكتور انطون بالسلامه. ما الدكتور الشهاوي يعمل لك العمليه يا مصطفى. لا يا بيه، الدكتور الشهاوي لا، الدكتور انطون هو الدكتور المتخصص. صحيح كل الدكاتره هنا على عيني وراسي ناس كويسين قوي، علماء ما قلناش حاجه، بس سعادتك عارف الادفانس كيس اللي عندي يا سعاده البيه يا دكتور. ده انت اللي دكتور، بس تعرف لو لقيت حد من الطلبه معاك هنا تاني. سماح يا سعاده البيه مش هيحصل. انا قلت لهم يجوا لي على القهوه، اصل دي ايام امتحانات، وبعدين احنا بنساعدهم لوجه الله. ما اسكت خلاص، انا لولا الدكتور عامل كنت خرجتك دلوقتي. ربنا يخليها وربنا يخليك، ربنا يخليك لينا، ده احنا دي عالم غلابه واعيين. خلاص يلا على سريرك. تعيش. وحياتك يا دكتوره تعملي له بدله اصلا، وقولي للدكتور مراد يشوف العينه بنفسه، قولي له العينه دي تبع بحث الدكتوره امل، وانت بعد ما تعمل البث تطلع على العنبر على طول. حاضر. اهلا يا دكتوره، انا مستني سيادتك من بدري. سيادتك كنت عند الدكتور علي مش كده برضه؟ في ايه يا مصطفى؟ طلب دكتورتنا الكبيره جاهز. طلب ايه؟ مش فاكره. السبلين اوميجا لسيادتك. لا وايه اللي سيادتك عايزاه تيبيكال، الادفانسد انيميا والار بي سيز بتشطب واخر حلاوه، بس ربنا يديله طول العمر لغايه ما يوفي الغرض. اتفضل. على فكره انا جبته لسيادتك مخصوص من المنصوره، صحيح ده هيكلفنا قرشين زياده من غير مؤاخذه، بس مش مهم. المهم هندخله هنا ولا نبعته لسيادتك البيت زي العاده؟ اجل الموضوع ده شويه يا مصطفى. ليه من غير مؤاخذه؟ مش ده طلب سيادتك ولا احنا غلطنا في الكيس؟ لا ما غلطتش ولا حاجه، بس انا مش عايزاه دلوقتي. اتفضل بقى على سرير. هتبص على ايه؟ ما هي المستشفى برضه. اطلع السطح، الشارع بيبان من فوق. انا لما كنت قادر على طلوع السلم كنت بطلع العصر اقعد واتكلم مع الناس، وكان اللي معاه شاي واللي معاه فاكهه واللي معاه راديو، نقعد نتكلم ونحكي وننسى العالم. لكن دلوقتي بالك كتير يا عم محمود. 5 سنين. مش كلهم هنا، انا لفيت على المستشفيات والدكاتره. نهايته اطلع شم هوا، ده انت كنت تعبان قوي. سافر يا محمد، سافر. كل الناس بتعمل كده، اشتغل وارجع عشان نتجوز انا.
محمد لما تسافر وتجيب. مش هتجيب لي سبط البلح يا محمد؟ مالك يا محمد؟ ايه؟ مالك يا محمد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. توفى اليوم إلى رحمة الله محمود علي ابن أحمد علي عبد الله، وأخو كل من عبد الرحمن علي وحسين علي وحسن علي، وخال كل من عبد الباسط حسين وعلي حسين وإبراهيم حسين، وعم كل من زكي علي وحسنين علي وعبد الباسط علي. هرسة ايه اللي مات بيه؟ انتوا هتكفروه لكل اجل كتاب، ده امر الله يا ابني. ونعم بالله، بس ربنا بيسبب اسباب، ودكتور الوحدة الصحية هو اللي قال انها بالهرسي. ما طول عمرنا عايشين بيه، واديك شايف اهو. ربنا يديك الصح. انت تشد حيلك وتسافر، هي الهرسية دي عايز سافر بره واعمل لك قرشين، كل الشباب عملوا كده. طب عليك يا الحاج. عندك شعبان ابن علي ابو حسن اهو، ده كان واد بايظ لا نافع في فلاحه ولا في تعليم، اهو سافر واترسم وجاب عربيه شغال عليها في الخط وعامل معلم في الموقف. عايزنا ابقى بلطجي يا ابو الحاج. ما قلتش كده، انت بس اسمع اللي بقول لك عليه. طلوع النخل ده يا ابني مش هيوكلك عيش، سافر وهات لك قرشين ولم امك واخوك الصغير والعروسه، وانا هخليها تستناك. والطحال كمان. محمد عايز تموت؟ حالتك متأخرة، عايزة مستشفى. انت فاكر الوحدة الصحية دي ايه؟ مستشفى المعادي؟ انتوا ما بتاخدوش الحقن ليه؟ انا هلاقيها من جهلكم ولا من اهمالكم؟ انا ايه اللي جابني هنا بس؟ انتوا هتجننوني. مش قلت لي انك معاك دبلوم زراعة ولا دبلوم خضروات؟ متعلم يعني. انت عايز عملية. عملية؟ عملية يا دكتور؟ تتكلمش كتير. ده تعالى لي اديلك جواب تحويل للمستشفى. والسفر؟ سفر ايه يا ابني؟ مفيش سفر قبل العملية، اللي بعده. كويس انك جيت هنا، احسن من ريحة العيا والدواء تحت. انا برضو بحب اطلع فوق السطوح، هوا وشمس. انت اول مرة تيجي مصر؟ ايوه. انا بقى عمري ما خرجت من مصر. انت بتعلم مش كده؟ معايا دبلوم زراعة وبطلع النخل. بتطلع يا اخويا؟ بتطلع نخل؟ ودي شغلانة تجيب فلوس يعني؟ الحمد لله. انت اكيد عندك ارض؟ لا ارض ولا حاجة، قرارات كده سابهولي المرحوم ابويا الله يرحمه، وانا بصرف على امي واخويا الصغير. وبتصرف عليهم بطلوع النخل؟ احسن ما تصرف عليهم بطلوع الروح. انت عيان بيه يا مصطفى؟ لا ده انا عندي دبل مايترال، بالبلدي كده يعني القلب. ما تتخضش قوي كده، ده نصيب. هو انا لعيب كوره؟ تعالى معايا
انا عازمك على العشاء، انما كله دسم محترم مش زي اكل المستشفى. لا متشكر. بطل متشكر دي، خش على الجو وخلي الايام تعدي. بس انا حاسس الدكتوره امل دي اسمها ايه؟ امل؟ يبقى في امل. مراد ما قالكش هيجيب لي نتائج العينات التانية امتى؟ ما تانيش غير ريبورت محمد، قال لي ان حضرتك مستعجله عليه. والله مراد ده بيتدلع. طب استاذن انا بقى يا دكتور. طب يا عادل متشكرة قوي. مش كنت تستنى معانا على العشاء؟ خلاص يا دكتوره، معدتي خدت على اكل المستشفى. هو محمد يا فندم هيقعد في القسم بتاعنا كتير. ليه؟ الدكتور توفيق بتاع الجراحه كان عندنا في القسم النهارده وكان كلمني على محمد عشان. لا، لو كلمك تاني قول له ان الحالة دي عندنا بموافقة الدكتور الجنزوري. وبعدين حالات البلهارسيا مالية اقسام الجراحة. ما جاتش على حالة محمد يعني. حضرتك عارفه ان عمليات البورتوكيفال شنط دكتور توفيق عاوز يعمل فيها سكور علشان الرساله بتاعته. لا، وانا بقى هستنى الدكتور شاكر لما يرجع واعرض عليه حالة محمد مش توفيق. اي خدمات تاني يا فندم؟ لا شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. وسع يا جدع للطبيخ الحريمي. الاكل ده ممنوع يا عطا، ممنوع. تعالي كل معانا انا بواب خينا. والله لا تهلك ست ليلى اهو. النقاشة شغلة مكسب، غاوتها من صغري وانا في سيدة زينب في شارع السد. كان في راجل نقاش عندنا اسمه عم فرحات، ابويا وداني عنده، كلت ضرب بس اتعلمت، كبرت وكبرت الصنعة في عيني. في اللي زعتلك دول عايزين اسبرين برضه. ما تتصرف يا باشا بقى، الشغل كده واقف. خليك انت في حالك وخلص اكل بسرعه عشان تنزل تجيب لنا عشاء. عليا النعمه، الطبيخ اللي معايا ده زي العسل، ده بعتينه الناس الحلوه اللي قلت لك عليهم. والله ما هجيب اجلك غير الستات. خش على ورق العنب، خش. مفيش راجل جدع يسلم رقبته لواحده ست. عطا ده مجنون، ما سالنيش. انا عرفت ستات وبنات، اتجوزت وطلقت، وحكمه مسكت في دماغي. مفيش ست تستاهل. انت معاك عيال يا مصطفى؟ معايا حماده، محمد. يا عطا، عطا قوم يا باشا. شوفنا هنتعشى ايه، عايزين عشاء عليه القيمه. وشوف الناس اللي في العنبر، وعمك محمود النهارده تعبان قوي، شوفه يمكن يكون عايز حاجه. عنبر الهم عايز ايه من تحت؟ انا نازل باوامر الباشا. انا عايز موز بسبوسه. انا عايز سجاير. انت مفيش سجاير. باكو شاي. عم محمود عايز ايه؟ عايز كمثرى برضو. عم محمود عايز الحكومه يا باشا. كله على السراير، الحكومه هتيجي. عم محمود جات له الازمه استلايله. تعال تعال. يا الدكتور امل مش هنا؟ لا ليه؟ اصل انا عايز اقول لها على العمليه. انا سالت الدكتور عادل وقال لي بعدين، وانا لازم اسافر. طب ما تسافر يا ابني، هنا مستشفى مش سجن. طب والرعايه اللي عندي؟ يبقى تستنى بقى، واديك بتتعالج وربنا كبير. يعني العمليه مش دلوقتي؟ شوف يا محمد، اسم 6 اللي احنا فيه ده اسم الامراض المزمنه. يعني العالم اللي فيه عملياتهم كبيره قوي، محتاجه اخصائي كبير وتحضير طويل ووقت. والاخصائي ده فين؟ هيجي امتى؟ حسب الظروف. انت الاخصائي بتاعك اسمه الدكتور شاكر، وهو مسافر بره دلوقتي. مسافر؟ يعني هيجي امتى؟ ما تقلقش، هما مادام دخلوك يبقى اكيد عمليتك قريبه. المهم
تعال نخش العنبر. اهلا يا سعاده البيت. اهلا يا فندم. هتدي يا محمود امبول اما ينفلن تاني بعد ساعه. مفيش نزول يا باشا، الحكومه هتيجي كل شويه. طيب خلاص. يلا يا اخوانا كل واحد على سريره. كوتشينه ساعه. ايوه. بس اللعبه بالراحه يا اخوانا، مفيش صوت. شد حيلك يا عم محمود. يا اخوانا احنا قلنا ايه اللعبه بالراحه من غير صوت. على كل حال انت ممكن تستفيد من الشويه اللي انت قاعدهم في المستشفى. خد امسك. ايه ده؟ اقرا. الانجليزي. تعرف تقرا؟ هيباتو سملينو. بس ما فهموش. انا بقى اعرف. يعني ايه؟ يعني انت تقرا وتحفظ وانا بقول لك يعني ايه، وبكده تبقى قعدتك في المستشفى مش رايحه في الهوا. قومي. بص يا محمد. ايوه عايز اخرج من المستشفى يا دكتور. تخرج؟ ايه في ايه؟ مفيش، عايز اخرج وخلاص. بتشتكي من حاجه؟ ارجوك يا دكتور. حالتك انت بالذات تبع الدكتوره امل، هي اللي تقول تقعد او تخرج. دكتوره امل؟ ايوه. اتفضل على سريرك، اطفي النور واقفل الباب وراك، وكفايه قلق من العنبر بتاعكوا ده. مش قلت لك يا باشا بلاش الزبون ده؟ خلاص يا عاطف. انت ازاي تقول لي الكلام ده؟ ده كلام شاذ غريب. انت بتعمل كده ازاي؟ انت بني ادم انت. تصبح على خير يا محمد. محمد افندي جالي امبارح وكان عايز يخرج. لا ما يخرجش، ده تعبان وملوش خروج. حد من اهله جه وعايز يخرجه؟ محدش من اهله بيسأل عليه. ملوش اهل؟ معرفش، يظهر حد في العنبر ده. امبارح انا شفت مصطفى معاه. مصطفى؟ طب هي عايز تخرج يا محمد؟ ايوه يا دكتور. بلاش دلع، تتعمل له التحليلات دي وراس الحديد تزيد. بعد المرور بقى عدى عليا في المكتب يا محمد. هي يا محمد، عايز تسيب المستشفى ليه؟ لحقت تزهق مننا بالسرعه دي؟ لا ابدا، بس انا اصلا ليا ظروف. طب ومرضك مش برضه ظروف؟ اصلا انا سايب امي واخويا الصغير. سايبهم ليه؟ مش عشان تخف وترجع لهم بالسلامه؟ المرض زيه زي اي مشكله، محتاج مواجهه مش هروب، واظن احنا قايمين باللازم. ولا انت ليك راي تاني؟ لا يا دكتور، ما اقصدش. انت حالتك ان شاء الله هتتحسن وهتبقى كويس، بس شيل فكره الخروج دي من دماغك خالص. حاضر يا دكتور، حاضر. انا عايزاك يا محمد تبقى تعدي عليا في البيت عشان اكمل لك علاجك. انا اصلي بعمل شويه ابحاث كده على حالتك وقتي هنا في المستشفى ده. طبعا هناك في البيت هيبقى الاهتمام بيك اكبر وهتبقى تحت اشرافي. حاضر يا دكتور، حاضر. العنوان وتصريح الخروج يبقى خدهم من الدكتور عادل. افتح لي ازازه. خد والحساب مع الباشا. مش عايز منكم حاجه، يعني هشتري من البوفيه.
بيت الدكتورة امل؟ محمد سيد احمد مش كده؟ اهلا يا محمد. بابا المثال شوقي الجوهري. اهلا يا سعادة البيه. انا مش بيه يا ابني، انا مسال. تعرف مسال يعني ايه؟ محمد متعلم يا بابا، معاه دبلوم زراعه وبيطلع نخل. تعال يا محمد، عن اذنك يا بابا. تشرب ايه يا محمد؟ متشكر. عصير كويس؟ ربنا يخليك ليا يا فنان. ده بيطلع نخل. ايوه. انت كنت قلتي له هو عيان بايه؟ عنده بالهرسة في مرحلة متأخرة، تضخم في الكبد والطحال. بس. الدوخة والنهجان على طول يا محمد ولا لما بتعمل مجهود؟ زمان لما كنت بعمل مجهود، لكن دلوقتي على طول. طب كويس. هدومك. هي حالتي خطيرة؟ لا لا ابدا. هقعد في المستشفى كتير؟ لا ابدا، كلها اسبوعين 3 وهتبقى كويس خالص. صحيح يا دكتورة؟ طبعا طبعا. رجعت دم كم مرة يا محمد؟ مرتين. دكتور الوحدة الصحية كان قال لي على عملية. لا. احنا هنجرب الادوية الاول وبعدين نبقى نشوف. وان شاء الله مش هتحتاج لعملية. صحيح يا دكتورة مفيش عملية؟ ايوه صحيح. يعني مفيش عملية؟ ان شاء الله. قول لي يا محمد، الدم اللي في البول دايما ولا احيانا؟ انت عرفت الواد راح فين؟ عند الدكتورة امل. وعرفت ازاي؟ هي الدكتورة امل استغنت عن خدماتك ولا ايه يا باشا؟ وانت ايه اللي قلب وشك كده يا باشا؟ خايف للواد يعمل شركة وينافسك؟ الواد ده خلاني احس اني عيان. لا اعمل معروف، الموضوع ده نسيناه من زمان يا باشا، ودينا عايشين وبنسترزق زي ما نكون بعافيتنا واكتر. قضاء الله ولا سبيل لرده، مش ده كلامك يا باشا؟ على فكرة عايزين نعمل الاجازة موسم الامتحانات ازف. صح كلامك صح يا عاطف، احنا عندنا شغل ايه؟ فل، هو ده الكلام. قال لي تليفونات وعناوين جديدة غير اللي معاك. وبالنسبة للاسبلين كلم صابر، هو ده الشغل، مش التلميذ اللي لسه هنعلمه ازاي يعيا. شكرا يا محمد، وخد العصير بتاعك. ما تتصوريش حضرتك ان حياتي كلها متوقفة على ان اخف. امي واخويا مالهمش غيري، انا اللي بصرف عليهم. ولما دكتور الوحدة الصحية قال لي على العملية، لكن الحمد لله حضرتك قلت لي مفيش عملية. اشرب العصير. اصل في بنت كده عندنا في البلد بتكلم عليها، وكنت ناوي على السفر. اني اسف يا دكتورة اللي بقول لحضرتك الكلام ده. لا مفيش حاجة، اتكلم انا سامعك. والبنت دي خطيبتك؟ قصدي يعني خطبتها؟ قاري فاتحة. وعارفة انك عيان؟ البلهارسي عندنا في البلد مش عايز، وهي اللي عايزاني اسافر، نفسها تعيش كويس. بس السفر مجهود عليك. هو مش حضرتك قلت لي ان انا هخف وابقى كويس؟ خلاص اول ما اخف اسافر على طول. تقدر ترجع المستشفى دلوقتي يا محمد. شكرا. اتفضل. لا خليك انت يا دكتور، انا عارف السكه. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامة يا محمد. السلام عليكم. محمد تحب تتفرج؟ مرة تانية.
السلام عليكم. مع السلامة يا محمد. الوش، الملامح، العينين. عينين ايه؟ محمد، وش محمد في الحال اللي بعمله. بصيت لعينيه. طبعا مش شغلتي. فيهم بهتان واصفرار واضح نتيجة للأنيميا. هيخف وهيخف. عملية صعبة في الأوعية الدموية، بيعملوها دكاترة قليلين ومتخصصين، كمان نتائجها مش مؤكدة، يعني حالته كلها متأخرة. بابا، في مشكلة كده. مشكلة ايه؟ أصل المفروض إن محمد ياخد مبلغ عشان الزيارات دي، وأنا بصراحة مكسوفة أديله. مش عارفة، يمكن لأنه متعلم ولا ما تعرفش طريقة أديله بيها الفلوس دي؟ لا ما اعرفش. انا ما اعرفش ازاي بتخلوا الناس تبيع امراضها. اديتك كام؟ اديتك كام وانا رسيك على اسعار العالميه؟ انت مش بني ادم، انت فاكر كل الناس زيك. انت بتقول ايه يا فلاح انت؟ يا عطوة وراس ابو ايه يا جماعه؟ كده عيب يا صاحبي. سيبوا يا عطوة انتوا اخوات. في ايه؟ يلا كله رايح على سرير يا اخوانا. يلا انتوا اصحاب معايا. مفيش اي حاجه يا دكتور. حقك عليها يا محمد، ودي راسك يا بوسه. في ايه يا مصطفى؟ لا مصطفى ملوش دعوه سعادتك، ده اللي اتخانقت مع اخويا محمد بس، لا مفيش اي حاجه يعني. انا نسيته، خدت لا مؤاخذه الصابونه بتاعته، قام قال لي في لا مؤاخذه الصابونه بتاعتي يا عطا، انا كنت سيادتك نسيتها في الحمام. مصطفى عمل لك ايه يا محمد؟ محدش عمل لي حاجه يا دكتور. اديك سمعت يا دكتور، مفيش اي حاجه. حصلت مشكله امبارح في قسم 6. مشكلة ايه؟ خناقه. خناقة؟ مصطفى طبعا السبب. يظهر اتخانق مع محمد بعد ما رجع من عند حضرتك. اصله عدم المؤاخذه بيستعبط. لما فتحته في موضوع الشغل وجيت اديله قرشين عمل فيها نزيه قوي، وبعدين ايه راح عند سعادتك يعني اولا عيب تتكلم بالاسلوب ده قدامي. انا متاسف. ثانيا هو ما بيستعبطش ولا حاجه، انا اللي طلبت منه يجي. محبه يعني. بقى دي حاجه تانية. على العموم اللي تأمري بيه سيادتك. من هنا ورايح مالكش دعوه خالص بمحمد، فاهم؟ اهو دلوقتي فهمت. ومحمد كده براءه ما دام هيبقى في رعايه حضرتك. بالاذن. طالع النخ. اهلا يا محمد. اهي الدكتوره بتاعتك مستنياك من الصبح في الشمس. تعالى. وناويين تقعدوا هنا ولا رايحين المستشفى؟ اللي تؤمر بيه سعادتك. انا من رايي انكم تقعدوا هنا ومحمد يستنى للعشاء. ابسط يا عم، او الفنان العبقري شايف فيك وجه فني معبر. يعني ايه؟ قول له يا فنان يا كبير، انا احط لك معلقه سكر واحده عشان معدتك. ما تاخدش على كلامها دي، دايما تقول كلام غير مفهوم علشان ما نبقاش اصحاب. انا مش عارف اقول لكم ايه. حضرتك والدكتوره امل، انا من ساعه ما جيت هنا وانا حاسس ان انتوا زي اهلي واكتر، مهتمين بيا وبتعاملوني زي ما اكون ابني. انت زي ابني يا محمد. عن اذنكم. اشرب الشاي يا محمد، احنا النهارده ورانا شغل كتير قوي. سرعه الترسيب لوحدها بتاخد ساعتين. اشرب. اتفضلي. ايه ده يا محمد؟ دي اقل حاجه ممكن اقدمها لحضرتك. بس انا ما عملتش حاجه عشان. ارجوك يا دكتور.
متشكرة. أني تحت أمرك يا دكتور. اشرب العصير بتاعك يا محمد. امل يا دكتوره، في ايه؟ انت هتعشي محمد عصير ولا ايه؟ ماله محمد؟ عايزين نتعشى، انا خلاص جهزت السفره. طيب طيب ايه؟ بقول لك عايزين نتعشى. طب روح انت يا محمد، انا جاي على طول. يلا يا ابني تعالى بقى. تعالى تعالى اقعد بقى عندك وانا هجيب لك الاكل وجاي لك حالا. ايه رايك يا محمد؟ حلو قوي. طب تعالى بقى نتعشى وبعد العشاء تيجي تتفرج زي ما انت عايز. هو احنا مش هنستنى الدكتورة امل؟ نستنى الدكتورة امل؟ يبقى هننوي الصيام. هو حضرتك اللي عامل الحاجات دي كلها؟ ايوه يا محمد. شبهك مش كده؟ معرفش. وقال برضو كان بيطلع النخل. والدي الله يرحمه هو اللي علمني. بس دي شغلانه صعبه قوي. اتعودت عليها وهي اكل عيش. وبعدين انا كمان مش هطلع نخل بعد كده. ليه؟ هسافر اكون نفسي عشان اتجوز. الدكتورة امل قالت لي هخف وبسرعه ومن غير عمليه كمان. عارف حضرتك يعني قبل ما اشوف الدكتورة امل كنت خايف، كنت حاسس اني يعني. وايه؟ خطيبتك حلوه يا محمد؟ قوي. وانا بتحبها مش كده؟ اتربينا مع بعض وما حبيتش حد قدها غير طلوع النخل. لكن دلوقتي بقى ان شاء الله يا محمد هتخف وهتتجوز وهتجيب ولد طول النخله. ايه يا محمد؟ يا محمد مالك؟ امل يا امل الحق يا محمد، محمد تعبان. ايه مالك يا محمد؟ لازم يروح المستشفى حالا. يا بنتي شوفي له حاجه استفيد بيها. ما اقدرش اديله حاجه، دي مسؤوليه، لازم يكون في المستشفى دلوقتي. يا امل ده تعبان قوي، اتصرفي. ما اقدرش اتصرف، دي مسؤوليه، لازم ارجعه المستشفى. ساعدني بقى. ايه بس اللي خلاك ما تاخدش حقن البلهارسي؟ مش عارف. الظروف. ظروف ايه اللي تخليك ما تاخدش العلاج في وقته؟ حضرتك عارفه الفلاحين. ده حتى امي هي اللي قالت لي ما تاخدش الحقن. كان لازم تتعالج من الاول. كان ممكن حالتك ما توصلش للدرجه دي لو كنت اتعالجت من الاول.
معلش يا محمد استحمل شويه، كلها دقايق ونوصل المستشفى. الموضوع موضوع ايه؟ الدكتورة. اصل محمد تعبان قوي. مش معنى محمد يعني، ما احنا كلنا هنا تعبانين قوي. فينك يا باشا؟ تشوف عنبرك بيحصل فيه ايه. تعبت حضرتك معايا. محمد عمل ايه؟ كويس. يعني ايه؟ اتعملت له الاسعافات اللازمه بقى كويس. عملت الواجب يا دكتورة. الواجب زي التلميذ ما يعمل الواجب علشان خايف المدرسة تضربه، ما يهمش اذا عمله صح ولا غلط. في ايه يا بابا؟ في ايه؟ في دكتورة كبيرة كانت خايفة من المسؤولية، ولا كانتش خايفة على مريض بيموت قدامها. ما همهاش هو بيموت ليه، كل همها كان هيموت فين. يا بابا ليه تكدبي عليه يا دكتورة وتقولي له مفيش عملية وانه هيخف ويخرج؟ علشان تذاكري عليه، علشان تاخدي دكتوراه تبروزيها وتحطيها فوق الحيطة وتقفي تحتيها وتضربي تعظيم سلام. يا بابا انت مش فاهم المساله دي صح. المذاكره على المرضى ده شيء طبيعي هنا وفي العالم كله، والجراحه بالنسبه لمحمد مش هتنهي المرض ده اذا نجحت اصلا. مش انت اللي تقولي كده، في محاولة وفي امل وفي حاجة اسمها ربنا. لو محمد جه تاني انا مش موجوده. العنبر محتاج لك يا باشا. وراك يا عطل؟ مفيش. الدكاترة بتتنطط في العنبر والعصافير هتطير. زي مين يعني؟ الواد محمد كان عند الدكتورة امل في البيت وجابته الشحناه في عربيتها وفضلت سهرانه معاه طول الليل. قال ايه؟ كان تعبان. طب وايه يعني؟ ما احنا عارفين الحكايه دي. ثم ان ده شغل هوايه ما فيهوش فلوس. ده نظام محبه ما يخوفش. بس المحبه دي خطر علينا يا باشا. بكره الهوايه تكتر واحنا قفانا قمر عيش. قفاك انت بس يا عطل. ثم ان شغلتنا دي لازم تبدا بالمحبه. جر رجل وبعد كده احنا في الاخر اللي نقش. مش احنا برضو بدأنا محبة؟ نجيب نجيب
انت عايز ايه بالظبط يا شعبان؟ الغربة والبهدلة خدوا مني كتير، خدوا وادوني. ادوني، ومحدش ينكر النعمة. ينكر ايه؟ النعمة. انت عايز ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ انا لفيت الدنيا شرق وغرب، عرفت ستات وبنات، دخلت خناقات، مطاوي، كراسي، سلاح، هبرنا الدنيا وهي ما قدرتش الا على شويه خرابيش. احمده. المهم انا عايز اتجوز. هتقول لي مين؟ هقول لك نعمه. هتقول لي اشمعنى انا اللي تقول له؟ هقول لك لانك متداخل معاهم. هتقول لي انك انت اللي بتحبها ومكتوب على اسمك من وانتوا لسه صغيرين. هقول لك هارد لك ومقبوله منك. نزلني يا شعبان، بقول لك نزلني نزلني. شعبان كان قال لي على حكايه كده، وانا بقى قلت له مفيش غير محمد هو اللي هيقول لنا على الحل المفيد. محمد متعلم وبيفهم وزي ابني. خير يا ابو سيد. شعبان عايز يعمل ورش عشان تصليح الميكروباص والعربيات النص نقل، ورشه كبيره يعني عشان العربيات، وعايز يقطع النخل اللي في اليمه البحريه. يقطع النخل؟ ما هو ما عادش في جيب يا محمد، انت اللي كنت بتلمه وبتراعيه ودلوقتي انت بعيد. ازاي يابا توافقوا على حاجه زي كده؟ تقطعوا النخل ليه؟ ما هو بيجيب محصول وانهي. انت ايه يا محمد؟ ما انت اما هتخرج ان شاء الله من هنا بالسلامه هتسافر ولا غيرت فكرك؟ هغسل الفاكهه لمحمد. الميه فين؟ قلت لك يا محمد من الاول الهرس يا دي مش عايز، وادي انت قعدت هنا ولا رحت ولا جيت، ونعمه مش هتستناك العمر كله. الازاز حاج محمد، كلم الدكتور عايزاك. سابوا الازاز حاج. شفت يا محمد؟ شفت اللي حصل؟ شعبان خلاص دخل دماغ ابويا. ايه؟ ما انت بقالك مده لا حس ولا خبر. يعني عيانه نعم. لحد امتى؟ هي ما بتستناش حد. بتعالج وهخف قريب ان شاء الله. امتى بس؟ اديك قاعد هنا لا سافرت ولا رحت ولا جيت. سافر وخد علاجك بره، ولا هو العلاج ما ينفعش الا هنا؟ هنا مستشفى كبير والدكتورة امل. هاني ما اعرفش الكلام ده. لازم تعرف ان شعبان اتجرأ عليا وابويا عقله بيميل. نعم انا جيت هنا عشانك، عايز اخف عشانك، اسافر عشانك. يعني انت لازم تبقي معايا جنبي. انيب انت لازم تخرج من هنا. انا عايز دكتورة امل. عايزها ليه؟ لو سمحت ارجوك يا دكتور عادل، انا لازم اشوفها دلوقتي، يعني اذا كان ممكن تصريح.
اتفضل يا محمد. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا محمد. انا مش قلت لحضرتك لما يجي محمد انا مش موجوده؟ في ايه يا محمد؟ على فكره خروجك كتير من المستشفى فيه ضرر عليك. ما هو حضرتك بقالك اسبوعين ما بتجيش وانا كنت عايز اي شكوى اقولها للدكتور عادل. انا فهمت على نظام علاجك والتحاليل الدوريه اللي لازم تعملها. عايز اخرج من المستشفى. تخرج؟ النهارده لو امكن. يعني بقيت كويس والحمد لله. طبعا هتخرج، بس لما يرجع الدكتور شاكر من بره يعمل لك عمليه بسيطه كده وان شاء الله تخرج. عمليه؟ احنا جربنا العلاج ودلوقتي انا شايفه انك محتاج عمليه. لو ما كنتش عايز تستنى الدكتور شاكر بلاش، احولك جراحه وممكن اي دكتور تاني يعملها لك. وحضرتك مش قلت لي مفيش عمليه؟ انا قلت يمكن ما نحتاجش. بس انا فهمت انك بتعالجيني. حضرتك فهمتني اني هخف ومن غير عمليه. حالتك كده، علاجها محتاج وقت وصبر وتحضير طويل للعمليه. ليه جبتني هنا؟ ليه اهتميتي بيا؟ هعمل ايه انا دلوقتي؟ ده انا معرفش غيرك. اللي عايز اخف علشانها بتضيع مني، وانت بتقولي لي ان انا محتاج عمليه ووقت وصبر. هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يا دكتور؟ اللي عندي قلته لك. من فضلك ما تخرجش تاني من المستشفى. هعمل ايه انا دلوقتي؟ انت تعبان والخروج يضرك. هعمل ايه انا دلوقتي؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه دلوقتي يا رب؟ هعمل ايه انا دلوقتي؟ هعمل ايه؟ الله، عندك برتقال وما تعزمناش؟ ايه؟ عرفت في الزياره ان النخل اللي بيطرح بطيخ؟ ولا يكونش الجو بتاعك مزعلك؟ ولا يهمك بكره تصالحك. بقول لك ايه، انتوا ما عندكوش كورنيش في البلد؟ طب بلاش كورنيش، اكيد عندكم ترعه. ولا البتاع السايه دي اللي بتقابلوا عندها الفلاحين الحبيبه بالسيمه. انت تاخد الجو بتاعك وتقول لها كلمتين غزل فلاحي عند الساقيه دي وكله هيبقى تمام. ما تزعلش مني يا محمد، انا جاي اصالحك. مالك يا محمد؟ عايز اتجوز. طب ما تتجوز. الدكتورة امل قالت لي حالتك صعبه وعايزه وقت وصبر. خلاص تبقى تصبر. شعبان هيتجوز نعمه والدكتورة امل بتقول لي اصبر. هي اسمها نعمه؟ ده اسم فلاحي برضه. الحاج سيد وشعبان هيقطعوا النخل ويعملوا ورشه عربيات كبيره. الحاج سيد بيقول لي يلا خف بسرعه وسافر وهات مهر البنت وتعالى. الدكتورة امل بتقول لي اصبر. العمليه عايزه وقت والعلاج عايز وقت والوقت عايز وقت وموت يا حمار. هي قالت لك يا حمار؟ طب قوم يا محمد قوم، انا هسهرك الليله سهره عمر جدودك ما سهروها. تعال تعال، انا هاخد الواد محمد ونكت من هنا وانت تغطينا. الليله دي صعبه يا باشا، كنت لسه راجع من اجازه. يلا انت هتحاسبني؟ بقول لك اتصرف. انا مش يائس يا محمد، الطب اتقدم وربنا فوق كل شيء، بس انا خايف يا اخي. مساء الفل يا بيه. اهلا. ايوه يا راجل. لا شكرا. اصل العمليات بالنسبه للي زينا مؤامره. تعرف انا عرفت الطب زي ما عرفت المرض بالظبط. احنا حالات متاخره، ادفانسد كيسز. انا بشتغل شغله شاذه وغريبه زي ما انت بتقول، بس فرصه، الفرصه الوحيده اللي لقيتها قدامي. احنا لا قد شغل ولا فقر ولا انتظار. مالك يا مصطفى؟ مالك؟ ما تخافش ما تخافش يا محمد، انا اصلي واخد على كده. انا مره سمعت ان البني ادم يقدر يعيش في جهنم، موهبه اداله ربنا.
ما جربتش تعيش في جهنم يا محمد؟ يعني ايه؟ انا جربت، مشيت وجابت فلوس، عجبتني الشغلانه وطورت نفسي، عرفت الانجليزي وابواب المستشفيات وبيوت الطلبه وبقيت سمسار. السمسار عيانين. جالي الجواب من الدكتور طارق. تحب تقري؟ لا، زي كل مرة. موضوع سفري مع طارق ده اتحسن من زمان، انا مش مستعده تجرب اللي اتعلمته. اولع لك النور؟ لا بلاش. ليه؟ ده زي القمر. ربنا يخليهولك. ما بيحبش غير حاجتين، الجيلاتي والساقيه. مش الساقيه اللي في بلاكو، لا، اللي في الملاهي اللي بتطلع لفوق قوي دي. انت ركبتها؟ لا. احسن، انا برضه عمري ما ركبتها. اصلها بتوقف القلب. مساء الخير يا مصطفى. اهلا يا صفاء، تعالي. الاستاذ محمد اجدع واحد عندنا في المصلحه، ودي صفاء اختي وام ابني وبنتي، وفوق ده كله بتطلع الاولى على فصلها في الجامعه. فهمت حاجه؟ اهلا يا استاذ محمد، هحضر لكم العشاء. احسن عشاء. ربيتها بعد المراحيم، وهي كمان بترد لي الجميل، بتربي لي ابني. والدته عايشه. تحب تسمع ايه؟ انت هتبات معايا زي ما اتفقنا. لا معلش يا مصطفى، انا هروح المستشفى. الله، انت هتكسف من صفاء ولا ايه؟ يا جدع، دي بتقعد في الجامعه مع 1000 راجل. اقعد. تعرف انا سميته محمد ليه؟ طبعا بعد اسم النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ليه؟ عشان محمد عبد الوهاب. قبل الجواز ام حماده كانت مدوخاني، سمعت قالوا لي هاني الود عليه، وحبيبي ليه قاسي ليه يا خي، وانا والعذاب وهواك. الاغاني دي خيشت في دماغي قوي، وبعديها اتجوزنا وخلفنا، فسميته على اسم محمد. وبعدين ايه؟ رجعت اسمعهم تاني، حبيتها يا جدع، وهي قلبها صرمة قديم. حصل ايه يا مصطفى؟ سيبك سيبك. صفاء، يلا صفاء، انا هموت من الجوع. يلا همي. عايزين حاجه تانية؟ لا تعيش يا صفاء. صحتك عامله ايه يا مصطفى؟ انا الحمد لله حديد. ما انت لو تاخد بالك. وبعدين بقى، هي هتبقى حكومه في كل حته؟ حاضر، هاخد بالي من نفسي ومش هشتغل كتير. يلا محمد. هعمل لكم الشاي بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي عارفه؟ عارفه. عارفه انت بتشتغل ايه؟ عارفه اني احسن نقاش في البلد. كل يلا. كل. بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي، انت عايز فلوس قد ايه؟ فلوس ايه؟ القصه اللي انت حكيتها لي في المستشفى بتاع الحاج سيد ونعمه وشعبان ورمضان والنخل. لا انت فهمتني غلط. انت اللي فهمتني غلط. احنا اصحاب يالا، ولا انت ليك راي تاني؟ يعني ما اقصدش. طب يبقى خلاص، انت تاخد اللي يصبر الحاج سيد ويدي نعمه الامان ويطفي الشعبان. مش الحسبه كده تبقى صح؟ انت عرفت ازاي؟ ما هو اي واحده ست ليها 3 رجاله، ابوها، وواحد عايز يتجوزها، وواحد هيتجوزها، واللي معاه اكتر يشيل. هقوم اجيب لك الفلوس. تعبناكي معانا. مفيش تعب ولا حاجه، تصبحوا على خير. وانت من اهل. امسك. لا لا يا مصطفى. لا بلاش. بس يجيبوا دين عليا. برضه فلاح.
بسرعه يا باشا، مرور الدكتور عمل مرور. الدكتورة امل عايزاك يا محمد. ايوه خرجت. يبقى احنا مش مسؤولين عنك، والنهارده هتكتب لك خروج نهائي من المستشفى. دكتور عادل، من فضلك سيبني مع محمد شويه. ليه خرجت يا محمد؟ حالتك مهما كانت صعبة لكن فيها أمل. يمكن أنا أكون غلطت، خليتك من غير ما أقصد تحس إنك هتخف وهتخرج بعد أيام من غير عملية، لكن لازم تصدق إني حاولت في حدود اللي أقدر عليه واللي الطب في حالتك يقدر عليه. ده طبعا مهما كان غلط ما يديكش المبرر اللي تدمر بيه حياتك. حضرتك غلطتي او انا فهمت غلط، نتيجة واحدة. المسألة مش سودة كده، صدقني في أمل. الدكتور شاكر هيجي، وحتى لو ما جاش في أساتذة كتير هنا. مش مهم، المهم سيبيني حضرتك انسى ان انا عيان. محمد أرجوك ما تسيبش المستشفى. هات تصريح أجازة من الدكتور عادل وأنا أمضيهولك. روح اقعد في البلد يومين، شوف أهلك وارجع. اوعدني يا محمد. ان شاء الله. حلو قوي العقد يا محمد. عمك الحاج مبسوط منك، عقل ومال تاني ليك. انت جبت الفلوس دي منين؟ كنت محوشها؟ محمد، ايه مالك يا محمد؟ الله، ده انت خفيت اهو، رجعت تطلع الناخل. نعمة، عم الحاج سيد قال لي شوف طلباتك ايه، اصل نازل مصر. اللي تجيب. انت تأمر يا نعمة يا اميرة. اشوفك بخير. انت لسه تعبان يا محمد؟ نعم. لا يا محمد، بعدين شعبان يرجع تاني. لا نعم. سيبني يا محمد، اوعى. نعم. لا انا هشتغل معاك يا مصطفى. ما قلتليش يا ابو حميد، ايه رايك في المملكه دي؟ انا هشتغل معاك يا مصطفى. مش قلت لك انا ان الحاج سيد لما هيشوف الفلوس هيحجز لك البيت؟ انا هشتغل معاك. تشتغل ايه؟ انت قد الشغله دي. هتعلم. طب خد شد لك نفسين. مش بقول لك ما انتش قدها. شغلانتنا كده، اللي مش واخد عليها تكححه. غلطان يا محمد لما فكرت اشغلك معانا. عارف ليه؟ اصل انت حساس شويه، وشغلانتنا دي السكه الوحيده اللي قدامي. دي ساعه يأس وهتنساها. شوف نفسك وشوف علاجك، وبكره بقى. مفيش بكره. نعم هتروح مني يا مصطفى. ايوه هتروح. وعلى رايك احنا قد شغل ولا قد فقر ولا قد انتصار. انا دلوقتي صح. كفايه الايام اللي راحت مني في المستشفى، وكل مخلوق يشيل على قده، والشغلانه دي هي قد. بس انت بقى مش قدها. زمان كنت بطلع النخله اسهل ما بطلع فوق ظهر الفرن في البلد، لكن النخله بقت جبل. ونعمه ما بقاش يهمها اطلع ولا انزل، ما بقتش تبص عليا، بقت تبص على اللي معاه فلوس، واني مش قد سفر.
خدها محمد. سالم صفي كله تمام. امال ابو دياب فين؟ كان تعبان امبارح لكن جاي. ما انا عايزه تعبان. هو لو سليم انا اعمل بيه ايه؟ اهو جاي هناك اهو. تعالوا ده اقعد ولا ما تقعدش مش فاضيين. خلاص تمام يا باشا. اشحن يلا. يلا اوكي يا عبد. هتقولوا انتوا يا دكاتره ولا احنا نتصرف؟ قول انت بس بسرعه. هارت شيست ارنيا التاكسيا والعريس الصغير ريكس. الباشا دبل مترال وانا دبل اورط. وده لا مالكش دعوه بيه ده. ده بره المقاوله ده غالي قوي. ده بتاع ماجستير دكتوراه. خليك انت في البكالوريوس بتاعك. يلا يا دكاتره خلصونا. Characteristic of microstenosis, and maybe the earliest finding. The accentuated first sound results from fibrotic changes in the mitral valve and chordae tendineae, and possibly from a higher closing pressure. First, let's listen to normal heart sounds at the apex, where the first heart sound is usually lower in pitch than the second sound, and somewhat louder than the second sound. See Figure 1 in the accompanying pamphlet. As mitral stenosis develops, the first heart sound becomes accentuated. It is louder and higher pitched. I will start with normal sounds and increase the intensity of the first sound. Figure 2. Associated with the development of a loud first sound is development of an opening snap of the mitral valve. Ordinarily, the mitral valve does not produce any sound on opening, but due to the structural changes resulting from pneumatic بالهرسيا الهيباتوس بلينوميجالي. حد عايز؟ اخبار محمد ايه؟ ما اعرفش. اعمل ايه يا عم محمود؟ الحمد لله تمام. والله انا حاسه يا دكتوره اني خفيت. انا ساعه ما جيت المستشفى دي كنت تعبان قوي. امال فين عطا ومصطفى؟ خرجتهم. حضرتك عارفه ان مفيش سراير في المستشفى، وبعدين ما هم بيرجعوا في اي وقت. ملفاتهم عندنا. دكتور انطوان راجع قريب. بس يا ريت هم يرضوا يخشوا العمليه. ومحمد المفروض اجازته انتهت من اسبوع. طبعا كده هنضطر نعمل له معلش اما يجي يبقى دخلنا، انت عارف حالته. هو حضرتك لسه ما خلصتيش شغلك على محمد؟ طبعا تاخيره ده هياخر حالته زياده، واما يرجع احنا اللي هنشيل مسؤوليته. ارجع انت هادي كمل مرور، انا تعبانه شويه يمكن اروح. سلامتك يا فندم. بس كان في حاله في 8 عايز حضرتك تشوفها. بعدين. والنبي يا بنتي انا عايزه الدكتوره امل. انا امل؟ فين محمد يا دكتوره؟ محمد السيد احمد وده اخوه حسين كان جاله قبل كده.
رحنا له العنبر، قالوا لي روحي للدكتورة امل. الهي يخليكي يا بنتي، ما تعرفيش هو فين؟ هو مش في البلد؟ جه يوم ومشي، قال لي راجع المستشفى، كان وشه اصفر وتعبان. مالكوش حد في مصر؟ لا ملناش حد. هيكون راح فين بس؟ ده بقى له جمعة دلوقتي. اكيد هيرجع، تلاقي بس راح مع حد من صحابه اللي كانوا معاه في العنبر. طمني يا ستي. صحابه مين؟ الهي يخليكي يا رب، دليني عليهم وانا اروح لهم. ما اعرفش، روحي اسالي في العنبر. ما انا سالت في العنبر، قالوا لي روحي للدكتوره امل، وهي قلت لك ما اعرفش. معلش يا ستي، روحي انت البلد دلوقتي وهو هيجي المستشفى وبايه. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ده عيان ومالوش حد يا فندم الحالة دي بالهرسة ونزفت، كنت عايز اسأل حضرتك. الدكتور عادل جوه اسأله. دكتور امل، انت هتكسلي على الرسالة ولا ايه يا دكتور؟ بقالك مدة ما جبتليش حاجة جديدة. اسفة يا دكتور، اصلي كنت تعبانة شوية. لا سلامتك، بس ده مستقبلك. حاضر يا دكتور، حاضر، عن اذنك. ده انت بقيتي فنانة اهو. لا ابدا، انا اصلي كنت قلقانة شوية ومش جاي لي نوم. تصبح على خير. محمد مش برضو محمد ولا انا عجزت؟ لا يا بابا، الوش مظبوط، هو محمد. محمد ساب المستشفى. اجازة وراجع؟ ما اعرفش. يعني مش هيرجع المستشفى؟ محمد يئس يا بابا. يعني مش هنشوفه تاني؟ انا ماليش ذنب، ماليش ذنب يا بابا. انا استفدت من حالته صحيح لكن ما ضريتوش. انا اهتميت بيه وساعدته في حوس وهلاك. هو اللي حالته متاخره، هو اللي كان لازم يبدا علاجه من الاول، ما كانش لازم يجيله بالهرسه خالص. هو المسؤول. جال استهتار، غباء، اهمال، النتيجه واحده. مالك يا امل؟ مالك يا بنتي؟ في حاجه غلط يا بابا، الحسبه مش صح، في غلطه فظيعه انا مش فاهماها. سهل يا امل ان الواحد يعرف غلطته، وصعب انه يصلحها، واصعب اكتر انه يصلحها في الوقت المناسب. اهلا 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 يا دكتوره، اتفضلي. فين محمد يا مصطفى؟ اهلا يا دكتور. حاجه ساقعه ولا شاي ولا قهوه؟ المفروض انك تبقى في المستشفى دلوقتي يا محمد. طب ما مصطفى برضه المفروض يكون في المستشفى، وعطا. انت لسه تعبان. وهم خفوا؟ الشاي ولا عشان الدكتوراه ما فيهاش قلب؟ والدتك جت سألت عليك، قالت انك ما قعدتش في البلد، كانت حالتها صعبة وكان معاها اخوك.
محمد انت لازم ترجع معايا المستشفى. بلاش عشان نفسك، عشان خاطر والدتك. صدقني انت لازم. ليه هصدقك؟ ما انا صدقتك قبل كده. قلت لي يومين وتخف، وبعدين قلت لي حالتك عايزه وقت، عايزه صبر، محتاج اموت عشان ما احسش بالوجع. لا يا دكتوره، مش هصدقك، مش هصدقك. محمد ما تغزوش سيادتك، اصله لسه صغير وما يفهمش حاجه. سيبوهولي بس وانا هعقله واعرفه مصلحته. احنا ما يرضناش ان دكتورتنا العظيمه تيجي لحد هنا وترجع مكسوره الخاطر. مش برضه شاي سيادتك سكر خفيف عشان امراض السمنه؟ بلاش محمد يا مصطفى. بلاش يا دكتوره، بلاش. بس لا مؤاخذه بلاش ايه؟ ماشي، مقبوله منك، ما انت برضه في بيتي. طب لا مؤاخذه مش تدي الراجل حقه؟ ده الراجل ظارف فوق ال5 مرات. وبعدين سيادتك بالذات بتدفعي كويس قوي، ما بتاكليش على حد، قصدي وجع حد. مع السلامه يا دكتوره، شرفتي. على فكره ده محمد الدكتوره بتحترمك وعشان كده ما اديتكش فلوس. بس هي بتحترمك ليه؟ وبعدين معاك يا امل. انسي موضوع محمد، انسي خالص. ما بلاش تاخدوا محمد في الطيار بتاعكوا ده. هو اللي مصمم. غلط، غلط يا عطا يا ابني. انتوا كده بتعترضوا على إرادة ربنا. الكلام ده فات وقته يا عم محمود. انا يا ابني ما بنصحكوش، انا عيان زيكم. المرض ربنا بيبلي بيه البني ادم عشان يمتحن صبره، وانتوا يا ابني ما عندكوش صبر. لا يا عطا، لا لا يا ابني. مصطفى اللي بعتهم لك عشان تدعي لنا، الحاله ماشيه وخير ربنا كتير. رجعهم لمصطفى وقول له عمك محمود بيدعي لك انت واللي زيك، ربنا ياخد بايدكم ويشفيكم. ما بلاش يشفيكوا دي. الله يجازيك يا عطا. قول لي جايب معاك ايه؟ موز وبرتقال. قول لمصطفى المره الجايه يجيب لي كمثرى. طب واسنانك يا عم محمود؟ لا، ما انا ركبت طقم جديد. انا متهيالي ان احنا هنموت، مش احنا بس، الناس دي كلها هتموت، وعم محمود ده هيفضل عايش. بلاش كفر انا عاطف. شفت دكتور عامل النهارده؟ الجو بتاع حماده. ما تهزرش معايا يا عاطف. بس عاطف. ها براءة، براءة حماده، ما انت بقيت تحت دراع ابو حماده. حكيم الزهور زي الستات والكل لون مجنى ومعنى. عارف على محمد الواد عطا بيتكلم كتير على الستات ليه؟ ليه؟ عشان منهم. ما بلاش اللون ده يا باشا. الله، بص يا محمد، ده بيزعل زي البني ادمين اهو. هو اللي بيشتغلوا شغلتنا بيبقوا بني ادمين؟ اخرس. اضرب اضرب يا مصطفى، اضربني في بيتك، ما انا مش بني ادم. انت غلطان يا مصطفى. مصطفى ما يقصدش عطا، ده انتوا اخوات. اخوات ما يضربوش بعض. مصطفى مش اخويا، مش صاحبي. مصطفى بياكلني عيش وانا بخدمه خدمه العبد للسيد. انما انا ماليش حد، لا ابن ولا اخت، لا اهل ولا بيت. انا ماليش غيره. حقك على عطا. الواحد اخلاقه بقت زفت يا باشا، ما تسوش فيها قوي. بس الواد شعبان عايز يقطع النخل. طب ما يقطعه، ما انا مش هقدر اطلعه تاني.
انا عندي الهيباتوسبلينو مجالي. عليا النعمة اجدع اسم. ما بلاش نعمة دي. بس هتجوزها، وراس ابوها لا اتجوزها. هتجوزها ولو لليلة واحدة بس. بعدين الدكتورة امل تغيير. على فكرة الدكتورة امل داخلة على طمع. طمع ازاي يا تتجوز محمد من هنا وهو يموت من هنا وتورث الجثة. مصطفى عايز ايه يا محمد؟ عايز تسأل عن عطا؟ لو دخل العملية ممكن ممكن. وليه مش اكيد؟ عشان ارجع المستشفى يا محمد. ابعد عن مصطفى. اديك شفت عطا واللي حصل له. مصطفى بيتاجر بيكم. حياتكم ما تهموش في حاجة، حتى حياته ما تهموش لانه يائس، ويائس وعميه عن نفسه وعن اللي حواليه. ارجع المستشفى وانا هعوضك عن كل الايام اللي ما اتعالجتش فيها. هعرض حالتك على اكبر جراحين في البلد، وان فشلنا هنا هسفرك بره وهكون معاك مش هسيبك. بتوع القلب بيقولوا ان حالة عطا التكوي يعدي، مش هي كده برضو؟ وانت رايك الطب ايه بقى ان شاء الله؟ العفو يا دكتورتنا عظيمة. الدكتورة بتقول ان عطا لازم يعمل العملية. انت اتجننت؟ تخش عملية انت عارف انك هتموت فيها؟ انا متأكد اني هموت، لكن هخش في 60 دقيقة. انت زعلان ليه يا باشا؟ عشان اول مرة اقول لك لا؟ دي حياتي وانا حر فيها. اوعى تفتكر اني مصدق ان ربنا هداك. لا، انت بتعاند معايا، بس لازم تعرف انك مش قد اللعبة دي. عندك ايه يا باشا؟ هو الموت كمان في عند. كل الحكاية ان عايز ابقى بني ادم. لو عشت ابقى بني ادم عايش، ولو مت ابقى بني ادم ميت. ما تقول حاجة يا محمد. لا ده انتوا اتجننتوا. العمليات بتاعتنا دي الدكاترة بتاخد عليها نشان لو نجحت، ولو ما نجحتش مش هجرى لهم حاجة، احنا اللي بنموت. انا عارف الدكاترة كويس، عارف الطب، وعارف ان احنا وربنا يا مصطفى نسيته. ان شاء الله هتنجح العملية يا عطا. خلاص يا عطا يا اخي اضحك في وشي عشان ابقى افتكرك في الجنة، وانا مش هروح الجنة برضو؟ ان شاء الله تخف وترجع لنا. ارجع لكم وراس ابوكم، لو خفيت ما هتشوفوا وشي تاني، وبرضو لو يعني. بس انت خف ومش عايزين نشوف وشك تاني يا اخي. سلام يا باشا. ايه يا مصطفى مش هتجيب لي كمثرى؟ عايز اجرب طقم السنان الجديد. ما هتقوموا تمشوا احسن الدكتور عادل يعمل لكم مشكلة. نتيجة العملية بعد اسبوع. هتفضلوا كده اسبوع؟ رجع. ايوه بابا رجع. هتساعديه؟
دي فرصتي الأخيرة. المهم نحاول. هي دي التحاليل بتاعته؟ ايوه. كده يا دكتور؟ ايوه. ازاي ما خدتيش بالك من الهيماتوريا؟ دي فرانك هيماتوريا. وفي عنده سوبرا بيوبيك ماس كمان. يعني ايه؟ انت نسيت الطب ولا ايه يا امل؟ يعني تعمل له سونار وبعدين نبقى نشوف. كان لازم توري لي بتوع جراحه من الاول. في ايه يا دكتور؟ مفيش. الدكتور قال ايه؟ ما قالش حاجة. بكرة الصبح تجيني ونروح مستشفى تاني. ليه يا دكتور؟ انت محتاج أشعة وهناك في أجهزة أحسن. ده هنا احسن مستشفى. انت مش عايز تخف يا محمد؟ ايوه. يبقى لازم تثق في كلامي. يلا بينا. It's terminal stage. hopeless. هو بالهرسيا؟ انت عارفة يا دكتورة ان حالات الكانسر بلادر معظمها بالهرسيا. عطا خرج النهارده. يعني ايه؟ العمليه دي خرج. معقول عطا خف وخرج؟ كان المفروض يقعد شويه، لكن الدكتور جه النهارده وصحي وخرج. عطا خلاص خف. العمليه نجحت. انتم فين؟ عطا ساب لكم دول ومشي. ده كان مجنن. الهي يعمر بيته. العمليه نجحت وعطا خف. العمليه نجحت وعطا خف. العمليه نجحت وعطا خرج. عطا خف. العمليه نجحت يا دكتور امل. الله يخليكم، ربنا يخليكم. عقبالك يا محمد. أنا هعمل العملية يا دكتور ومش هسيب المستشفى أبدا. كلامك صح. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. مش عارف أتأسف لك إزاي. وهجيلك البيت تعملي عليا الأبحاث اللي أنت عايزاها وهتاخدي الدكتوراه إن شاء الله. عطا خف. خلاص يا محمد، اخرج انت دلوقتي وابقى تعالى اعمل لك اجراءات دخول جديده. حاضر يا دكتور حاضر. هو دكتور شاكر هيجي امتى عشان العمليه؟ قريب. ان شاء الله بعد سنه. انا مش هتنقل من هنا. على فكره محمد متفائل قوي زياده عن اللزوم، مع ان عمليته مش سهله. حضرتك باين عليك الاجهاد. اسمك. يخص عليك يا عطا.
انا ايه؟ ام حماده وغني عبد الوهاب وليالي المملكه ومواسم الامتحانات. طز. الكحه ب2 والدخه ب2 والنهجان ب5 وخلة النفس ب10. طب يا ترى الموت بكام؟ طب بلاش عشان خاطرك، عشان خاطر حماده. اسمع بس. هدخل العمليه بس اعيش. هتعيش يا مصطفى. مش عشان يا محمد، عشان صفاء وحماده. عشان خاطر حماده لازم اعيش، لازم. مات قبل ما يعمل العملية. مصطفى كان هيعمل العملية، هي الموت سبقه. مات. أنا عايز أعمل عملية يا دكتور، لازم أعملها وبسرعة. بكرة، النهاردة، لازم أسبق الموت، لازم. العملية إمتى يا دكتور؟ ارجع لبالك يا محمد. هو العملية؟ مفيش عملية. مصطفى مات يا عم محمود، وانا كمان هموت. وعطى عاش يا محمد. انتوا قاعدين هنا ليه؟ ما بيضحكوا علينا، مفيش حد بيخف، مفيش حد بيخف. مصطفى مات وانا عندي بالهرسيا، والدكتورة امل قالت لي مفيش فايدة. مبروك يا شعبان. لازم اعمل عملية. دكتور امل بتقولي مفيش فايدة، انا عندي بالهرسيا، هيباتوسبلين ومجري. مصطفى مات، دكتور امل بتقولي مفيش عملية، مفيش فايدة. محمد جه المستشفى وكان في حالة مش طبيعية، يظهر وفاة مصطفى أثرت عليه. هو حضرتك اجازتك انتهت ولا لسه؟ اصل الدكتور علي جنزوري بيسأل عنك، تقريبا في مراجع جديدة للدكتوراه عايز يشوفك عشانها. بالمناسبة في محاضرة النهاردة الأستاذ داير اسمه البروفيسور جون سميث، فيها كلام يهم حضرتك. هيتكلم عن الاميونيتي، الالرجيك رياكشن اوف الهرزيازيس. الو الو الو. غلط. محمد يا دكتور رجع المستشفى، عمل العملية وخاف. هو ما جاش معاكي ليه؟
محمد مش كان عندكم يا بنتي؟ ايوه، هو قال لي يما انا عندي الهرسه ولازم اروح المستشفى. اهم هيجوزوا البنت لشعبان، يبقى يعين امه، لا اتجوز ولا خاف ولا رجع لي. الهرسه دي مش عايزه يا ست دكتوره، معقوله تاخد مني الواد؟ الهرسه تاخد الواد؟ والنبي يا ست هو اللي كان بيعيط من الفقر وهو راح المستشفى عندكم وما رجعش. عملتوا ايه؟ عملتوا ايه يا ست؟